تعال اقول لك ليه كابتن صالح سليم يعتبر واحد من اعظم رؤساء الانديه في مصر ان لم يكن اعظمهم على مر التاريخ. واحد من المواقف الشهيره للكابتن صالح سليم سنه 1994، مباراه بتجمع بين الاهلي المصري والمصري البورسعيدي على استاد المقاولين العرب. في اللحظه دي مهاجم الفريق الاول كان كابتن حسام حسن بيمر بظروف سيئه نظرا لتعرض اخوه ابراهيم توأمه لايقاف لمده عام. أثناء المباراة تحصل كرة مشتركة بينه وبين اللاعب المصري ناصر التليس عشان يقوم الحكم بطرد كابتن حسام حسن بعد تدخله العنيف مع ناصر التليس، ومن هنا تبدأ مشادة ما بين الحكم وما بين حسام حسن وما بين ناصر التليس، ويتدخل بعض من اللاعبين عشان يحلوا المشكلة. وقت ما حسام حسن كان خارج من المباراة وخارج من الملعب قام خلع التيشيرت بتاع النادي الأهلي ورماه على الأرض، وده فعل أثار غضب كابتن صالح سليم بشدة. بناء عليه يصدر قرار بايقاف حسام حسن لمده سنه، بس حسام حسن قدم التماس للنادي في الوقت ده فنزلت المده لست شهور بس، علشان المدير الفني الانجليزي هاريس يسمع بالخبر ويروح يتكلم مع كابتن صالح سليم ويقول له ازاي توقف لي حسام حسن، انا ما عنديش مهاجم غيره واهم لاعب في الفريق حرفيا. قال له يعني انت لو حسام حسن ما لعبش هتخسر الدوري؟ قال له من الوارد جدا انا ممكن اخسر الدوري لو حسام حسن ما لعبش معايا. قال له بالبلدي بتاعنا يعني فليذهب الدوري الى الجحيم وتبقى مبادئ النادي الاهلي. اي حد بقى هيخش يقول لي اصل امام عاشور اصل مش عارف ايه اصل الكلام ده كله، اقول له ده كلام فاضي. علشان كده